زي مشاهدين متابعي برنامج صورة مصرية، ما ينفعش نكون الطفرة اللي هايلة في التثقيف والتدريب والشغل اللي معمول ده وما نسيبوش لأهله. فبرنامج صورة مصرية بيلقي الضوء على صورة مصرية جميلة جدا من داخل محافظة الإسكندرية، بل في الوطن العربي ومصر خاصة، ألا وهو النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو مجلس النواب وعضو حزب مستقبل وطن. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم في البرنامج. واحنا يا فندم شايفين مجهوداتك على ارض الواقع في اسكندريه وفي مصر كلها. اهلا وسهلا بيك وكلمنا عن المجهودات دي. بشكر معاليك جدا، وانا طبعا بحيي الاعلام المصري الوطني الشريف اللي بيبث فعلا لشعبنا العظيم الحقائق على ارض الواقع. اولا اللي بيحصل النهارده من دورات التدريب والتثقيف داخل حزب مستقبل وطن ده طبقا لاستراتيجيه الحزب الجديدة، بقالنا 3 شهور بنشتغل فيها بقيادة تنظيمية حقيقية. يعني أنا بقدم له كل التحية وكل الاحترام معالي النائب المحترم أحمد بيه عبد الجواد أمين التنظيم، منذ أن تحمل مسؤولية أمانة التنظيم على مستوى الجمهورية، وبدأ بالفعل يبقى في حراك حزبي وشعبي داخل الدوائر وداخل الأقسام وحتى الشياخات. وكان من أساسيات التغيير هو التدريب والتثقيف اللي احنا النهاردة بصدده. يعني احنا يمكن بادئين بقالنا تقريبا 20 يوم في عملية التدريب والتثقيف عشان تخرج كادر سياسي حقيقي يخدم المجتمع سياسيا وحزبيا واجتماعيا. هل حضرتك يا فندم يعني ليكم حد معين او ليميتد معين او ليكم وقت معين هتقفوا عنده، مثلا 2 3 4 ولا مستمرين لغايه ما تعملوا اكبر كم واكبر قاعده من التدريب والتثقيف داخل الحزب وداخل اسكندريه كلها؟ شوف هقول لسيادتك حاجه. اولا احنا عددنا على مستوى جمهوريه مصر العربيه تعدى 1,000,000، فمحتاجين سنوات عشان نقدر. طبعا هيستمر التدريب والتثقيف على المدى الطويل، يعني ان انت زي ما قلت لسيادتك انت مسؤول ان انت تخرج كادر سياسي حقيقي يعلم مسؤوليه الوطن ومسؤوليه الحزب اللي هو فكر واعي سياسيا طبعاً. عشان خاطر دلوقتي الناس اصلا السياسه افتقدتها دلوقتي ومش يعني مش فاهمه يعني سياسه. احنا بنتشرف ان احنا بننتمي لحزب كبير، اكبر حزب في الدوله المصريه طبعا، وبكن احترامي لكل احزاب مصر طبعا، انما احنا في حزب مستقبل وطن اكبر حزب موجود في جمهوريه مصر العربيه، وليه قواعد شعبيه في كل المناطق وفي كل العزب وفي كل القرى والنجوع على مستوى جمهوريه مصر العربيه. فبالتالي انت مسؤول، المسؤوليه بتحتم عليك ان انت زي ما بيبقى في عندك طالب بيتقدم للجامعه بيختار التخصص بتاعه، انت النهارده بتخرج كادر حزبي متخصص سياسيا الوعي سياسيا حزبيا بالتأكيد. وبعدين كل ده بيصب فين؟ في حب الوطن وفي مصلحة الوطن. احنا عايزين ننهض ببلدنا نهضة حقيقية، مش نهضة ورقية. عشان كده احنا بنعمل على أرض الواقع. هتجد سيادتك اديني بس فرصتي، هتجد ان حزب مستقبل وطن مشارك مع المواطنين في كل ما يخصهم، في الشارع وفي الاحتفالات في الأعياد في المناسبات هتلاقي الحزب متواجد. انت كمان بتشتغل سياسة، السياسة تتطلب ان انت تبقى مثقف سياسيا، تبقى مدرب حزبيا، تبقى عارف مسؤولياتك، تلتزم لائحيا، تلتزم بالقواعد اللي بيوضحها الحزب وتوجهاته. احنا عندنا التثقيف شغال على ده، فبالتالي احنا النهاردة بنعتبر دي مسؤولية لكل. يعني أنا يعني كقيادة داخل الحزب علي أن أنا أنمي العضوية عندي، أدربها بشكل حقيقي، ما يبقاش كلام بنقعدوا نتكلموا مع بعض في الصالونات، لا أنا بديله جرعة تثقيفية ينزل في الشارع يبثها للناس، يبقى الناس كلها عندها دراية باللي بيدور داخل مصر وخارجها والمخاطر اللي بتحاط بمصر خارجيا وداخليا، يبقوا فاهمين الحزب بيقوم بدور مش بس مساعدة الناس، لا ده دور توعوي مهم جدا في الظروف الاقتصادية الصعبة اللي احنا بنعترف بيها، اللي بيمر بيها العالم كله واحنا جزء من العالم. حرب الشائعات يعني اللي بتوصل عشان خاطر يعني لا هو مش شائعات وبس، انت فعلا في ازمات حقيقية موجودة دوليا وانت جزء من العالم ده،
فبالتالي انت بتدي يعني عليك دور ان انت تقول للناس اسباب الازمه الاقتصاديه اللي موجوده دي ايه وهتخلص امتى. ده دورك انت كراجل في الحزب. فبالتالي انت لما تبقى مثقف وبتبقى مدرب هتقدر توصل المعلومه حقيقيه بمستنداتها، مش بتتكلم كلام من عندك. ودي مسؤوليه حزبيه، ودي توجيهات الحزب عندنا، ان احنا يبقى عندنا الكوادر السياسيه اللي هي فعلا تخدم الدوله المصريه في المقام الاول، بتوعي شعبنا. اذا كان في قضايا مطروحه على الشارع لازم تقول له ده سببه ايه، ودي مسؤوليه عضو حزب مستقبل وطن في جمهوريه مصر العربيه، ومنها اسكندريه بالتحديد. فندم، احنا شايفين الحاجات دي عشان بتحاربوا الفكر المتطرف او الفكر الاخر اللي بيقوم دلوقتي بتقليل الجهود المصريه وتقليل الحاجات السياديه اللي معموله دلوقتي على ارض الواقع، ويشوفوا ويبتدوا يحطوا الفكر الاصفر للناس. ده من منطلق ده حزب مستقبل وطن عمل تنظيف للفكر عشان خاطر يوعي المواطن بالاخطار اللي جايه فكريا وسياسيا. شوف هقول لسيادتك، انا طبعا بشكرك جدا. عشان كده انا بقول لشعبنا العظيم ارجوكم ما تاخدوش المعلومه الا من مصدرها، المصدر المسؤول. لان النهارده احنا في حرب اشاعات حقيقيه يعني موجوده وحسنها. احنا بنواجه حروب خارجيه وداخليه يعني، وتحديدا يعني في بعض الدول الكبرى النهارده بتحاول تعمل عدم استقرار في الدوله المصريه، وبتبث اخبار كاذبه عن طريق بعض المجلات والصحف والمواقع بتاعتها. فانا بقول لشعبنا خلي بالك، ما تصدقش، لان هو ده هدفهم، عدم الاستقرار. احنا الحمد لله بعد يناير وبعد 30/6 تحديدا بقى عندنا وعي، الشعب بقى واعي جدا يعني. الشاب الصغير عنده ادراك وعنده وعي بكل ما يدور في العالم الخارجي وايضا داخل دولته. فبالتالي انا بقول نخلي بالنا، نتماسك بعضنا البعض، ايضا نساند دولتنا، نتماسك ونبقى في ظهر قيادتنا السياسيه، ما يبقاش فينا حد خارج عن الرجل. زي ما قلت يعني، يمكن احنا لو نظرنا ما قبل يناير هتجد كان عندنا مشاكل متعدده، ما كانش عندنا لا بنية تحتية ولا اقتصادية، ولا سيبك بقى من اللي بقول لك كان عندنا 36 مليار احتياطي نقدي، بس ما كانش في حاجة بتتعمل في البلد للأسف الشديد. مع احترامي للأنظمة السابقة، ما كانش في عندنا صرف صحي بيتعمل، ما كانش في توسع عمراني، ما كانش في توسع سكاني، كنا راكبين فوق بعض 7% من مساحة أرضنا. النهاردة اتفرج شوف قد إيه كل الأراضي حتى اللي كانت منهوبة بتعود، بيتبنى عليها مشروعات تخدم الدولة المصرية وشعبها العظيم. بقى فيه استقرار أمني ما كانش موجود يعني. بعد يناير احنا شفنا قد ايه كنا عايشين في رعب. اهم حاجه سيادة ايوه طبعا يعني، وده خلي بالك، ما هو انت يعني انا شخصيا تديني امن وعندي استعداد اكل وجبه واحده في اليوم، بس بقى حاسس ان ولادي في امن وامان. ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع، الامن اهم شيء مش كده؟ فانت ورغم كل هذه الظروف الاقتصاديه الطاحنه يعني، يمكن لاول مره في هذا العهد يعني اللي انا بتشرف ان انا مسؤول فيه في البرلمان، ان يبقى فيه زياده في المرتبات. يمكن وصلت من بعد ما كان اقل من 1200 جنيه بقى 2400 جنيه، ثم بعد ذلك 2700 جنيه، والنهارده ل 3700 جنيه، وهيزيد ان شاء الله يعني. رغم الظروف الاقتصاديه الصعبه، المعاشات نفسها اتحركت بعد ما كانت واقفه ما كانتش بتزيد، بقى في زياده في المعاشات يعني. غير بقى المشروعات، انا ما اتكلمتش على مشروعات، انا لما اقعد اتكلم على حياه كريمه دي، الصعيد احنا كنا بنشوف والريف المصري ما حدش كان بيبص له. شوف النهارده الطرق قد ايه، شوف المشروعات اللي بتتم فيها قد ايه، من صرف صحي وميه وكهرباء وغاز طبيعي ومدارس ومراكز صحيه وغيره. في حياه كريمه. يمكن احنا لو بصينا ل 100 مليون صحه بعد ما تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤوليه الوطن، النهارده 100 مليون صحه دي عالجت الشعب المصري اللي كان يعني بيعاني من فيروس سي. النهارده بقت مصر صفر فيروس سي، بقاش عندنا فيروس سي الحمد لله يعني. فبقول لك في انجازات كتير بتتم،
في انجازات قادمه ان شاء الله، شعبنا العظيم هيحس بيها ان شاء الله. فات الكتير ما بقاش الا القليل، فات الصعب، اللي جاي كله سهل ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. فندم احنا بنشكرك على اللقاء ده، ونتمنى لكم مزيد من الدورات ومزيد من النجاحات في المستقبل ان شاء الله. واحنا شايفين، احنا بنشكر مجهوداتك على ارض الواقع، وشكرا جزيلا. كلمه بقى حابب تقولها للشعب المصري، كلمه اخيره تقول لهم ايه؟ الناس اللي مش في الاحزاب او الناس العاديين البسطاء، تقول لهم ايه؟ شوف، أنا عايز أقول للشعب المصري اللي أنا جزء منه، بتشرف إن أنا مواطن مصري، بقول له يعني خلينا بنحب بلدنا، نخاف على بلدنا، نتماسك مع بعضنا البعض، نثق في قيادتنا السياسية. مش عايزين بلدنا تعود للخلف مرة أخرى. مصر قادمة بقوة. يعني أنا مش بكلم كلام صدقوني عشان خاطر أنا بتكلم في الإعلام، لا، أنا بتكلم كمسؤول ومواطن في الأساس. إن فعلا إحنا كنا بنعاني معاناة شديدة، يمكن من أمام الزعيم الراحل جمال عبد الناصر لغاية الزعيم الراحل أنور السادات، ثم بعد ذلك محمد حسني، الزعيم الراحل محمد حسني مبارك. طبعا فترة الجماعة الإرهابية مش هتحسبها خالص يعني. وإحنا رابطين الحزام، يعني مش عايزين ننسى. النهارده الحمد لله ما بقاش فيه عندنا حروب، برغم ان هم بيدفعونا للحروب، اذا كان في ليبيا او في السودان او في اثيوبيا حتى. الحمد لله في عندنا قياده سياسيه واعيه، مدركه اهميه المرحله، مدركه مخاطر اللي هي بتحاط بالشعب المصري. عارفين قوي ان كان لولا تقويه الجيش وتقويه الجبهه الداخليه والقصد واصلا الحدود المصريه، اذا كانت في الحدود الشرقيه والجنوبيه او الشماليه، كنا بقينا في حاجه تانية يعني. بس الحمد لله عندنا جيش قوي، بكن له كل الاحترام وكل التقدير. لولا هذا الجيش القوي كانت الحدود هتبقى مفتوحة للإرهاب أكتر وأكتر، كان هيدخلوا متطرفين لبلدنا. النهاردة الجيش بيمنع أي حد، وحماية حقيقية لحدودنا المصرية. سيناء 2018 شوف الإرهابيين كانوا قد إيه هناك في سيناء. النهاردة الحمد لله زي ما قلنا فيروس سي قضينا عليه، كمان مصر قضت على الإرهاب. مش عايزين ننسى ده، مش عايزين ننسى التفجيرات اللي كانت بتحصل في كل شارع وفي كل زقاق. وكمان مش عايزين ننسى لما كانوا بيقولوا خلوا بالكم دول جايين. هم مين اللي جايين؟ كانوا بيخوفونا بالإرهاب. فأنا بقول لك يعني شعبنا تحمل الكثير وإحنا مقدرين هذا. خلينا نتحمل الفترة الحالية، وإن شاء الله القادم أفضل. أهم شيء نحب بلدنا ونحب بعض ونخاف على بعض ونثق في قيادتنا السياسية. شكرا سيادة النائب، ودي كلمة من سيادة النائب. وإن شاء الله بإذن الله اللي جاي أحسن وأجمل إن شاء الله في مصرنا الحبيبة. وطبعا زي ما شفنا جنب مننا كلنا كل الدول في خلخلة من جنب مننا من كل ناحية، عايزين يسقطوا مصر، إن مصر قوة عظمى ومصر لن تسقط أبدا. مصر أم الدنيا، وإن شاء الله زي ما قال الرئيس تبقى قد الدنيا إن شاء الله بإذن الله تعالى. وإن شاء الله حمى الله مصر وشعب مصر ورجال مصر وشرطة مصر ورجال مصر الأوفياء وشعب مصر جميعا. وبنشكرك سيادة النائب مرة تانية، وبنشكرك على التثقيفات والدورات التثقيفية اللي جاية إن شاء الله. شكرا جزيلا سيادة النائب، ولنا لقاءات جاية في برنامج صورة مصرية إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. أنا اللي بشكر سيادتك يا فندم. شكرا جزيلا.